تعالوا نتكلم شوية في التشريح عن تمرينة الهاند ستاند وايه العضلات المستهدفة وايه التمارين اللي تخليك تعمل الحركة دي بكل سهولة. حلاوة تمرين الهاند ستاند انه شبه كده بتوع الجمباز، يعني من الاخر عضلات الجسم كلها تقريبا بتشتغل. يعني ظهرك بيعمل اتزان عشان ما تقعش، بطنك برضو بتعمل اتزان من الناحية المقابلة عشان ما تقعش الناحية التانية. لكن لو هنتكلم على العضلات الأساسية اللي هتشيل وزن جسمك وتساعدك على أداء الحركة، فعضلات الكتف طبعا هي أول حاجة اللي هي الدلتويد ماسل، وخصوصا عضلات الكتف الأمامي والجانبي اللي هو الانتيريور اند ميديال دلتويد. عندك برضو عضلات الترايسبس بتساعد بشكل كبير جدا. كمان عضلات الساعد مهمه جدا، مش بس انك تقف على ايدك، لا كمان في الاتزان، وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل كمان شويه. وما ننساش ان عضلات الترابيس والصدر مؤثرين جدا ومهمين في الحركه. فانت عشان تعمل الهاند ستاند فانت محتاج القوه العضليه وقدره التحمل وكمان الاتزان، وكل ده لازم يكون في البرنامج التدريبي بتاعك عشان تقدر تعمل الحركه دي. فاول حاجه القوه العضليه، وان عضلاتك قادره تشيل جسمك. يعني ما تبقاش العضلات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها تروح الجيم ما تبقاش قادر ترفع 2 او 3 كيلو على كل عضله، والمفروض ان العضلات دي تشيل اكتر من 60 كيلو اللي هو وزن جسمك. لازم العضلات دي كلها مجموع القوه اللي هي تقدر ترفعها تكون اكتر من وزن جسمك. فهنا انت لازم تقوي العضلات دي كلها في العموم، سواء بقى تقويها في البيت بوزن جسمك او حبال مقاومه، او انك تروح الجيم تشيل اوزان اكتر سواء بالاجهزه او بالدنابل. تاني حاجه بقى انك تتمرن التمارين اللي تعودك انك تعمل الحركه، لان في ناس كتير جدا في الجيم عاملين عضلات قويه جدا يقدروا يشيلوا اوزان اكتر من وزن جسمهم، ورغم كده ما يعرفوش يعملوا اي عدات في تمرينه الهاند ستاند.